هلو. معانا النهاردة من كورس رموش، معايا الجميلة بيان من سوريا حبيبتي. شغالين خلاص اهو. البانفلت ده كله كان فيه شرح شرحناه، ودي مقاسات هي حطيتها على حسب كل شكل. طبعا شغالة دلوقتي عملي بأول طريقة. احنا في الكورس ده بنشتغل عملي ب3 طرق. اول طريقة الورق والسبونج، وهي اشتغلت اهو على السبونج. اشتغلت 2 نوعين واشكال، يعني شكلين مختلفين من الرموش، ولسه اخر واحدة هنشتغلها اللي هي الكات اي. وبعد كده الخطوة التانية العملي على الموديل السيليكون. شرحنا طبعا في ورق، شرحنا انواع الباكت الرموش، ازاي تقراها، كل طول وسمك والرمش نوعه ايه وشكله ايه، كل الحاجات دي عرفناها في البانفلت، وهي دلوقتي شغالة عملي. ولا ايه؟ حلوة قوي. شطورة. كده بيانة هي بتبتدي الجزء التاني العملي من الكورس بتاع الرموش. هي خلاص كده دي الخطوة التانية العملي، شغال على الموديل سيليكون. دي كانت الخطوة التانية. الخطوة الأولى كانت البانفلت ده، شرحنا فيه أشكال الرموش اللي احنا بنعملها، الكلاسيك والدول والفوليوم والكات اي الويسبي، كل الحاجات دي شرحناها. وشرحنا تفاصيل الرموش، الكيرلي والسمك والطول بتاع كل شعرايه. كل البانفلت ده فيه شرح الأشكال العيون والرموش اللي احنا بنركبها، وحاجات صح وحاجات غلط بنعملها أثناء السيشن. واخر خطوة بعد الشرح التدريب على الورق والسبونج. ده تدريبها يا جماعة ايه، حاجة كده اخر حلاوة. شطارة بقى اهلي سوريا بقى. ده الجزء التاني. هي شغالة دلوقتي، هي عملي على الموديل. بس عايزة اوريكم التفاصيل بتاعة التدريب بتاعها اللي على الورق، حاجة جميلة. كل تفصيلة هي ما شاء الله عليها، يعني ذكية جدا. في حاجات انا معلقتش عليها، هي من نفسها بقت تعملها وتاخد بالها منها من غير ما انا اعلق واقول. شايفين الرموش والكيرف بتاعها جاي مظبوط ازاي، الرصة مظبوطة. شايفين تفاصيل باين مركزة قوي يا جماعة. الشرح ايه جدا بجد؟ استفدتي يعني، والموضوع بالنسبه لك سهل ان انتي تنفذيه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. ايه رايك في الخامات اللي انتي بتتعلمي بيها؟ حلوة قوي. الرموش مش تحفة أصلاً. بلاستيك ولا طبيعيه ولا ايه؟ قوليلي. حلوة قوي. الرموش دي من كتر ما هي طبيعيه وخفيفه، ممكن ان انتي تاخدي الصف اللي انتي بتدربي عليه دلوقتي ده تركبيه كانه وان بيس وتخرجي بيه مثلا سواري او حاجه، فاهمه؟ لان احنا بنكون رمش زي اللي انتي بتشتريه في اي باليت جاهز. فاهماني؟ يعني بصي شكل الرموش بعد ما اتعملت مثلا الرمش ده، انتي ممكن تشيليه وتركبيه بعد كده في عينيكي وتخرجي بيه من كتر ما هو طبيعي. كفايه كده.